نجحت الحداثة الغربية في بث سمومها في كل مكان، لم يعد يبقى أمامها الآن إلا الأسرة، الحصن الأخير أمام الزحف الرأسمالي المادي. فالقيم التي تزرعها الأسرة في أبنائها هي التي تمنحهم حصانة ضد عمليات الغزو الفكري التي لا تتوقف. لذا كان لابد من تفكيك الأسرة وسحق الروابط بين عناصرها وتضخيم الشعور الأناني لدى كل فرد فيها لتسهل السيطرة عليه. فابتدأ الغزو بالمرأة وزرع فيها التشكيك في الدور التقليدي للزوجة والأم، فأصبح مصطلح ربة منزل عارا تهرب منه كل امرأة، ثم مردها على زوجها فنطحته رأسا برأس، وحطمت مفهوم القوامة والطاعة، ثم أخرجها من بيتها للعمل والمرمطة بين الحيتان البشرية، فأهملت زوجها وتجاهلت تربية أبنائها. ثم توجهت الحرب للرجل فزينت إليه تعدد العلاقات النسائية، ثم لامته على ذلك ووصفته بأنه زائغ العينين ونسوانجي، ثم عظمت من أعبائه المالية بتعزيز النمط الاستهلاكي، وهمشت من دوره القيادي والسلطوي بالأسرة حتى حطمته نفسيا وقدحت في رجولته. ثم ثلثت بالأبناء فعملقتهم ومنحتهم حقوقا فوق الأبوين، وزرعت في عقولهم تأليه الذات لا سيما المراهقين، فأصبحوا قنبلة موقوتة في كل بيت بسبب الحساسية المفرطة التي ترسخها ما تسمى بالتربية الإيجابية. فصارت هذه العناصر الثلاثة، الزوجة والزوج والأبناء، ثلاثة أعداء في منزل مغلق، كل منهم له رغبات مضادة لرغبات الآخرين، ولك أن تتخيل كيف تكون ساحة المعركة دمار شامل. لذا أصبحت الأسرة المسلمة على مشارف التفكك بفعل هذه الحرب الضروس التي تكرسها الأنانية والفردانية.